دي عربيه الفول، ده فول وده طعميه وبطاطس مقليه، يعني مقسمين نفسهم عشان يتعرفوا ان اسكندريه الناس جدعان كلها ورجاله وواقفين جنب بعض. احنا في انتظار القهوه هنا في سوفيانو باولو في اسكندريه، المحل العتيق او المحل بن في مصر كلها. طبعا في ناس ممكن ما تكونش عارفه المحل او ممكن ما يعرفوش الاسم ده، واحنا هنتكلم عنه برضو طبعا كتير، وان شاء الله اللي جاي كله خير باذن الله. هنا تاخد كوبايه قهوه بقى ما شربتهاش بقى في اي حته تانية بصراحه، يعني لان هنا المحل شغال بقاله اكتر من كام سنه كده، احسبوا معايا كده كام سنه، يعني من سنه 1908، يعني 100 وحاجه 120 سنه ولا حاجه. لا حاجه برضو مختلفه بصراحه، يعني قهوه مختلفه بجد. شربنا قهوه كتير ياما وشويه وفي اماكن كتير، بس دي قهوه مختلفه. انا بشرب قهوه تركي على فكره، طعم مختلف حقيقي، يعني طعم هادي ناعم، ما بيخشش على يعني مش مؤذي. يعني في قهوه بتبقى مؤذيه، ممكن يقول لك مثلا قهوه غاليه شويه بتبقى مؤذيه، بتبقى تقيله، لكن دي قهوه ناعمه خفيفه جدا ما شاء الله. طبعا بنبعت من هنا تحيه للاستاذ محمود سعد الاعلام المعروف الكبير، ان هو صور هنا في المحل ده، واحنا طبعا احنا كمان بنصور. يعني صباح الفل عليك يا استاذ محمود، ومصر كلها بخير. ايه الجمال ده؟ سوفيانو باولو. سوفيانو باولو كان خواجه يوناني، وهو اول واحد فتح محل البن ده في اسكندريه. كانت القهوه موجوده في القاهره وفي مصر عموما، لكن هو اول حد فتح محل قهوه بطريقه احترافيه، وطلع فنجان قهوه وكان بيطحن للناس ويبيع للاهالي وكده، ربع وتمن ومش عارفه ايه. وبعد كده طبعا صاحب المحل هنا، طبعا الموضوع بقى فضل ماشي لحد يومنا هذا، لحد سنه 2025، واجيال بتسلم اجيال. تحياتنا لليونان واهل اليونان وكل الخواجات. سوفيانو باولو قهوه تستحق التجربه بجد. جينا من طنطا ومن كفر الزيات علشان نجرب قهوه سوفيانو باولو، وفعلا قهوه تستحق التجربه، قهوه جميله جدا، طعمها حلو، حاجه كده مش هتشوفها في اي حته. قهوه سوفيانو باولو دي قهوه يعني تستحق ان احنا نقول عليها كل خير وكل طيب بصراحه. هي فكرتني بقهوه كنت شربتها قبل كده، كانت قهوه اوغنديه. القهوه الاوغنديه دي من الاطعمه، طعمها جميل جدا، ومش مش يعني قليل تلاقيها في مصر، مش اي حد بيجيبها، ممكن تكون غاليه شويه، لكن هي قهوه جميله جدا. وهو شكلهم بيستخدموا القهوه دي، ده استنتاجي انا، لان هم طبعا عمرهم ما هيقولوا لي احنا بنولف ايه ولا بنعمل ايه زي ما انتم فاهمين. لكن انا دلوقتي انا مش عايز اعرف توليف ولا حاجه، بس انا لما شربتها يعني حسيت ان هي القهوه الاوغنديه، قهوه اوغنديه. هي غاليه شويه لكن هي غاليه، قهوه حلوه جدا، قهوه بتعمل لك مزاج حلو، وبتحس بطعمها حلو جدا، وفي نفس الوقت ما بتعملكش بقى الازعرينه بتاعت القهوه العاديه بتعملها. يعني القهوه العاديه يقول لك القهوه قويه، والقهوه مش هتخش تعمل لك ازعرينه، وممكن تصدع لك دماغك وتعمل لك توتر ومش عارفه ايه. طبعا في الناس اللي بتشرب قهوه فاهمين الكلام ده، لكن القهوه دي بجد حقيقي بطعمها حلو، وبتخلي مزاجك حلو، وفي نفس الوقت هاديه عليك وهاديه على المزاج وهاديه في كل حاجه بصراحه. عايزين بقى التفاعل من حبايبنا كده، تعملوا لنا لايك وكومنت جميل، تذكروا الله وتصلوا على النبي، وتقولوا لنا رايكم ايه، وجربت المكان ده ولا لا، وحابب تجرب، او جربت قهوه فين، او اغلى قهوه شربتها فين، او احلى قهوه شربتها فين. قولوا لنا في كومنت لو سمحتوا، وصلوا على النبي. بنبحر وبنحبوه، وعلى الامه بنستنوه، واحنا مش جايين نزور، احنا جايين نعيش اجواء اسكندريه اللي بتحب الناس وبتحب البحر. اقدم مدينه في مصر. كل مدينه ولها طعم، لكن اسكندريه لها نسمه هوا. المدينه الساحره اللي بترحب بكل زوارها من كل انحاء العالم. هنا البحر، هنا بحر المتوسط الابيض المتوسط، هنا اسكندريه، هنا سعد زغلول، هنا الميادين، هنا مكتبه اسكندريه، هنا بحر والانفوشي، هنا حلقه السمك والاسماك، هنا الجدعان. تحيه لكل راجل جدع اسكندراني من هنا من اسكندريه. هنا قلعه قايتباي، قلعه اسكندريه زي ما انتم شايفين، بحري والانفوشي، واحنا هنا على الكورنيش في اسكندريه. ولما نقول اسكندريه يبقى تحكي حكايات من الاف السنين،
من اول الاسكندر الاكبر. احنا في مصر، واسكندريه اقدم من القاهره. مدينه اسكندريه المدينه الاقدم من القاهره. اسكندريه اتعملت، وبعد ما اسكندريه اتعملت القاهره كانت بعدها ب 1300 سنه. واحنا هنا في منطقه زي ما انتم شايفين، البحر هادي جدا وجميل جدا ووديع جدا. الاسكندرانيه بيقولوا على البحر كده مثلا، مش عارف هو كده ولا لا، بس بيقولوا عليه البحر حصيره. لما بيبقى البحر حصيره الاسكندرانيه كلهم بيجروا وينزلوا البحر. طبعا الموج اللي احنا عارفينه مش موجود دلوقتي. هنا اسكندريه العاصمه الاقدم في مصر. اسكندريه على الكورنيش كل واحد ليه حكايات. والراجل ده لقيته معدي بقول له اخد لقطه، قال له خد لقطه. انت بتبيع ايه؟ ايس كريم يا باشا. ايس كريم ايه؟ مانجا، حليب، فراوله، شوكولاته بالبندق يا ريس. واحنا فين دلوقتي؟ محطه الرمل. محطه الرمل في اسكندريه. اسمك اسمك ايه؟ رجب يا باشا. تعرف يعني اسكندريه يا رجب؟ كل حاجه حلوه. اسكندريه يا باشا احسن بلد في مصر يا باشا. بلد الجدعان، بلد الرجوله يا باشا. انت تعرف ان اسكندريه اقدم من القاهره؟ امال ايه يا ريس؟ ام الدنيا يا باشا. ام الدنيا، اسكندريه ام الدنيا. حصل يا باشا. طب الناحيه الثانيه دي ايه من البحر؟ الناحيه دي القلعه يا باشا. القلعه فين؟ القلعه يا باشا في اسكندريه قدام منك اهي. اه يا باشا تمام. انت منين يا رجب؟ اسكندريه من اللبانه يا باشا. من اللبانه يا رجب. انت راجل محترم يا رجب، واسكندريه كلها ناس جدعان ورجاله. صباحك فل يا رجب. راجع البيت بتاعه. بص يا ميزو، كنت عامله الصوره القديمه مع الصوره الجديده.